بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بالجميع. دائما مع مواضيع المخزن والمغرب والعياشة والعبيد والمطبلين والمزمرين، ونفس الموضوع بنفس الأسطوانة تعاد وتكرر يوميا. اليوم خرج علينا المغرب بموضوع جديد، وهو ما يسميه باعتراف إسرائيل أو الكيان الصهيوني كما نسميه نحن الكيان الوهمي بمغربية الصحراء. هذا الأمر بطبيعة الحال واضح أنه هروب إلى الأمام، لا يضيف أي شيء ولا ينقص للقضية الصحراوية أي شيء. كل ما في الأمر أن المغرب وبعد الصفعة التي تلقاها من طرف المجموعة الأوروبية ذهب مسرعا لكي يجد لنفسه مخرجا أمام أحرار المغرب. فما الذي فكر فيه مباشرة؟ فكر في ذهابه للكيان الصهيوني على أساس أنه يبعث له ولو برسالة وهمية يطمئن بها الشعب المغربي. مباشرة في نفس اليوم، يوم 17، اليوم يوم 18، لم تمر 24 ساعة وجدنا وبدون مقدمات أن الكيان الصهيوني يبعث برسالة طمأنة للمخزن يقول فيها أنه بطبيعة الحال سوف يرسل مبعوث عسكري من عائلة إلى الإرهاب إريال شارون، واسمه هذا الإرهابي كذلك شارون بعثه كملحق عسكري للمغرب لإسرائيل في المغرب، ومن ثم بعث معه رسالة تقول أن إسرائيل تعترف للمغرب بمغربية الصحراء. وهذا طبعا كما قال وكما قيل على كل المواقع هو اعتراف من لا يملك لمن لا يستحق، على وزن وعد بلفور. بطبيعة الحال كل العالم يعرف أن القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار موجودة أساسا في الأمم المتحدة في مجلس الأمن بالضبط تحت البند الرابع، ولا تحركها لا تويت ترامب ولا رسالة سانشيز ولا رسالة نتنياهو. المغرب ما يبدو لي أن الانحطاط وصل به أن يتعامل دبلوماسيا بماذا؟ بالرسائل، لا صفة قانونية لأي رسالة كانت مبعوثة ما بين شخصين مهما كان وزنهما. الاعتراف الحقيقي هو اعتراف مثبت وبالكاشي ولا غريف كما نقولوا، ما كانش اعتراف في رسالة أو في تغريدة أو في منشور أو في الاعتراف واضح عندما تعترف دولة لدولة أخرى بسيادتها، واضح كل الخطوات واضحة، هي خطوات قانونية، لكن لا توجد أي قانونية لأي رسالة كانت سواء بعثها نتنياهو أو رئيس آخر لهذا الكيان الوهمي المغربي. أصبحنا الآن من حقنا أن نقول الكيان الوهمي المغربي، لأنه يعترف بأنه كيان وهمي لا معنى له. لماذا؟ لأنه يعتمد على كيان وهمي لكي يعترف له بمغربية صحراء. كلام فارغ، يتبجحون ويقولون أنهم مملكة منذ 12 قرن وما إلى ذلك، ولكن في آخر المطاف يذهبون لكيان وهمي ليعترف لهم على شبر من تراب يقولون أنه ترابه. أي ترهات هذا وأي مهبيل هذا وأي واقع وعقلية يعتمدون عليها لا أحد يعلم. كل ما قال هو تغطية واضحة على سحب الأوروبيين لاتفاقية الصيد. لم يجد ما يبرر المغرب أمام شعبه أو المخزن في الحقيقة أمام الشعب المغربي إلا أن يهرول لإسرائيل مرة أخرى ويطلب منها أنه تبعث على الأقل رسالة اعتراف بمغربية الصحراء. في مقابل ماذا؟ سوف نرى في مقابل ماذا، سوف نجد في مقابل ماذا سوف تكون هذه
الرسالة الصهيونية. نحن نعرف أن رسالة سانشيز هو التنازل التام والكامل وغير منقوص على ماذا؟ على سبتة ومليليا، بشكل نهائي، تنازل نهائي لإسبانيا على مدينتين مغربيتين في الأصل لإسبانيا. أما اعتراف إسرائيل لا نعلم، سوف تثبت الأيام المقبلة ما الذي سوف يقدمه المغرب بخصوص هذا الأمر، وبطبيعة الحال في مقابل رسالة لا هي قانونية ولا هي دبلوماسية ولا هي سياسية، إنما هي رسالة خاصة ما بين ملك المغرب نتنياهو. هذه هي الحقيقة، وسوف نرى ما الذي سوف يأتي فيما بعد. نسمع أولا إلى إحدى الممثلات الكيان الصهيوني ماذا تقول عن هذه الرسالة. رينا، كيف يمكن قراءة هذا الإعلان وهذا الموقف الإسرائيلي في هذا التوقيت؟ لأننا نعرف أن لربما كانت هناك العديد من الأسباب التي جعلت إسرائيل لربما في التأخر في هذا الاعتراف. نذكر وتحدثنا كثيرا خلال برامجنا على أن أسباب عدة لربما أثرت على الجانب الإسرائيلي، تتعلق بأن إسرائيل تحسب على المعسكر الغربي، ونعرف أن العديد من الدول الأوروبية لم تعترف رسميا حتى هذه اللحظة بمغربية الصحراء، بالإضافة إلى تحركات جزائرية عدة في قمم الاتحاد الإفريقي ضد إسرائيل. يمكن أن نقسم الأمر إلى قسمين. مصلحة إسرائيل، رأينا مؤتمر منتدى النقب الذي تم تأجيله ل5 مرات. نرى إسرائيل تنظر بأن تخطو المغرب الخطوة الأولى وأن تقوم بفتح سفارة كاملة في تل أبيب بدل من مكتب تمثيلي، ورئيس الوزراء نتنياهو ينتظر زيارته الأولى في المغرب، وهو هدف حدده نتنياهو. وأنا أقدر أن الإعلان الإسرائيلي، رغم أن حتى الآن لم نسمع عن إقرار إسرائيلي رسمي بسيادة المغرب على الصحراء، نحن بصدد صفقة، وإسرائيل تنتظر من المغرب أن تقوم بنصيبها من الصفقة متمثلة بفتح سفارة. وربما رئيس الوزراء نتنياهو يتوقع بأن يتم دعوته لزيارة الرباط. من الناحية الثانية ذكرت مسألة الجزائر وقلق إسرائيل من أن يؤثر هذا على قبولها كدعوة مراقبة في الاتحاد الإفريقي. لافت هذا الإعلان الإسرائيلي أنه جاء بعد ساعات من زيارة وزير الخارجية إيلي كوهين في كينيا. التقى هناك بوزير الخارجية الكيني ومسؤولين أفارقة آخرين تواجد في نيروبي في ذات اليوم في إطار مشاركتهم في لقاء للاتحاد الإفريقي، وتم طرح هذا الملف. ربما هذا ساهم للإعلان الذي جاء اليوم. سمعنا أنه لا شيء قانوني ولا شيء حقيقي ولا شيء واقعي ولا شيء يمكن الاعتماد عليه، لكن في المقابل بطبيعة الحال تجد أن المخزن سوف يجيش كل مواقعه وكل ذبابه الإلكتروني للترويج لاعتراف وهمي لا معنى له. كذلك في جانب آخر سوف نسمع أنه يبدأ يضغط بها على بلدان أخرى سواء في أوروبا أو في إفريقيا هذه المرة من أجل جلب اعتراف له بالصحراء الغربية. والآن بطبيعة الحال نسمع رد الصحراء الغربية أو رد طبعا ناشط من نشطاء الصحراء الغربية علي سالم على هذه الترهات. ماذا يقول؟ تنظر جبهة البوليساريو إلى هذا الاعتراف الإسرائيلي ومعها الجزائر أيضا؟
السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. طبعا هو يعتبر استعراف من لا يملك بمن لا يستحق، فإسرائيل نفسها ككيان لم تستطع الحصول على شرعية طيلة أكثر من 60 سنة، فكيف لها أن تعطي الشرعية يعني للمغرب على سيادة مزعومة على الصحراء الغربية؟ فنحن نعتقد أنه إعلان إسرائيل اعترافه بسيادة ما يسمى سيادة المغرب على الصحراء الغربية لن يغير من الجوهر القانوني للقضية الصحراوية التي لا زالت يعني مصنفة عند الأمم المتحدة كقضية تصفية الاستعمار، وهذا لم يغيره ما يسمى باعتراف ترامب، ولم يغيره أي نوع من الاعترافات الأخرى التي يقول المغرب أنه حصل عليه. فقضية الصحراء الغربية لا زالت تعتبر حسب القانون الدولي وحسب الأمم المتحدة قضية تصفية استعمار، هذه في النقطة الأولى. وفي النقطة الثانية وعلى الجانب القاري، الاتحاد الإفريقي وهي المنظمة القارية لا زالت تعترف بالجمهورية الصحراوية كدولة كاملة العضوية. فالسؤال المطروح حقيقة هنا عند يعني تداولنا لهذا الاعتراف الإسرائيلي بما يسمى سيادة المغرب على الصحراء الغربية، السؤال الحقيقي المطروح هو ما الذي قدمه المغرب في المقابل لإسرائيل؟ سيفتح المغرب سفارة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليعترف لإسرائيل بالسيادة على هذه الأراضي المحتلة؟ هل ستبارك إسرائيل كل التدخلات وكل العنف الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني؟ هل سيبارك ويصفق المغرب في التدخلات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى في إسرائيل؟ هل سيقوم المغرب بتسليم كل النشطاء الحقوقيين وكل السياسيين الفلسطينيين المتواجدين في المغرب؟ طبعا هذا القرار لا يعطي القضية الصحراوية سوى أكثر عدالة، ويعطيها أكثر دعم، ويعطيها أكثر ضخم داخل المجتمع وداخل الدول العربية التي تدعم القضية الفلسطينية ولا زالت متمسكة بالقضية الفلسطينية. فعندما نرى المغرب يلجأ إلى إسرائيل المغرب رغم كل العلاقات، إلا أن المغرب يعني كان له العديد من البيانات التي أدان بها كل التحركات الإسرائيلية فيما يتعلق بسياستها ضد أو يعني فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني. السؤال الجوهري والمطروح هنا هو إذا كانت الصحراء الغربية حقا أراضي مغربية، لماذا المغرب يحتاج إلى اعتراف من إسرائيل وهي دولة محتلة كذلك؟ هذا دليل واضح على العزلة التي يتواجد فيها المغرب، التي تخلت عنه كل الدول التي كانت تدعمه. والاتحاد الأوروبي، أريد أن أعلق هذا الأمر بقرار الاتحاد الأوروبي الذي قرر اليوم تعليق اتفاقية الصيد التي تربطه مع المغرب لأنها تشمل الصحراء الغربية، والاتحاد الأوروبي لا يعترف أنها الصحراء الغربية جزء من المغرب، بل يعترف أنها جبهة البوليساريو هي السيد على هذه الأراضي. إخواني أخوات، هذا هو فيديو اليوم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.